مالك يا اختي؟ بعدين يلا انت دخلها بس ترتاحي الاول. اعمل لك كوبايه ليمونات. حاضر بس افهم، هو الواد مغاوري لسه في الحبس؟ مغاوري؟ انت فين يا ضنايا؟ عملت فيا كده ليه يا حبيبي؟ بتعمل فيا كده ليه يا مغاوري؟ بقول لك ايه يا اختي، اجيب لك دكتور؟ انا مش عايزه دكاتره، انا عايزه ابني. هاتولي ابني. اجيبهولك بس منين دلوقتي يا خالتي؟ ما تشدي حيلك، امال انت عمرك ما نخيتي كده. غصب عني، مش بايدي يا دارة، مش بايدي. لا بايدك يا خالتي، انت الوحيده اللي تقدري تعرفي من مغاوري ايه اللي خلاه يعترف على روحه بالكذب. ده مش كلامك انت، ده كلام حماده سالم ده. ايوه بقى امسكي في قفله حماده. حرام عليك يا دارة، كفايه اللي هي فيها. الله يخرب بيتك ودني. امشي يا بنت، امشي اطلعي بره، امشي وسيبيني واطلعي بره يا سام وقلبي جاحد. ايه في ايه؟ مالك بتصرخي ليه يا رزقه؟ طلعي تربيه الهم دي بره. عملت ايه يا مقصوصه الرقبه؟ انا ما عملتش حاجه، واديني خارجه عشان تستريح. مش عايزاكي غوري يا اسيا. اربطي دماغي يا ام وحيد هتتفرتك يا وليه، هتعميني هي ناقصه. استني قبل ما تعميها، قصدي قبل ما تربطي لها دماغها. خدي الليموناده. نامت؟ يا دوب امك بتضلم لها الاوضه. انت ايه اللي عملتيه ده يا دارة؟ طب ده انا كنت فاكراكي بتحبيها اكتر من امك. انا مش بنحبها، ده انا بنموت فيها، واللي بنعمله معاها ده عشان بنحبها. عجايب. عايزاها تفوق وتعرف ان طريقتها دي هي اللي خسرت مغاوري. الطبطبه بمناسبه ومن غير مناسبه، والدلع المرق والشحتفه على الفاضيه وعلى المليانه. ده حتى لما بيغلط ما بيغمضلهاش جفنا لما تجيب له لبن العصفور. انت بتغيري منه يا بنت. وهنغير منه ليه؟ لا بياخد اللي ليا ولا بيحوش عني حاجه، وديجي معشرنا وشايفه بنفسك انا واخويا فلحنا عشان ما تدلعناش الحمد لله. انت والصلاة حاجه ومغاوري حاجه تانية خالص. وانت عارفه قد ايه هي متعلقه بيه بعد بختها ممال. خالتي الكريمه الله يرحمها سابت لها الواد حته لحمه حمرا في اللفه. بقى ابنها هي مش ابن اختها. حطت فيه كل عشمها في الدنيا اللي مدخلتهاش، واتحرمت منها وهي لسه على عتبتها. وبعدين انت نسيتي هي عملت ايه معاكي انت واخوكي؟ لولاها كان زمان انا واخويا اتشردنا في الشوارع. هي امي يعني كانت هتجيب منين؟ ما هي راحت في النوم يا ام صلاح. الحمد لله الحمد لله. شربتها الليموناده وضلمت لها الاوضه وقعدت جنبيها نقرا لها القران في سري لحد ما اتاكدت انها نامت. انت بقى تعالي هنا، هو يا مقصوفه الرقبه يا اللي عايزه قطع لسانك. خلاص خلاص يا ام صلاح، انا اتكلمت معاها وفهمت غرضها. هي ما كانش قصدها ابدا تضايق خالتها. طيب انا محدش بيحب اختك قدي، عشان كده ما بتبطليش تنقريها وتزرزريها. خلاص ما بقى يا ام صلاح، دي هديه. فكرتيني، اخوك فين يا بيت؟ هو مش نزل معاكم وانتوا رايحين النيابه؟ قابلنا حماده وقال له يروح شغله وهو هيفضل معانا. لكن حماده ما رجعش معاكم. يوه ياما هو تحقيق، الجدع وصلنا لغايه باب الشارع وراح يشوف مصالحه. داني اول ما شفتهم مسندين رزقه جريت عليها وسبت داني سبت الفرشه ومحدش واقف عليها. يعني وكيل النيابه اكتشف ان مغاوري بيكذب من اول لحظه، واتخانق مع ضابط المباحث اللي عمل محضر الاستدلال. ما هي اصل الحكايه يا استاذ محمد واضحه زي الشمس. مغاوري قال انه دخل على الراجل وهو نايم وكتم نفسه ومخده، وتقرير الصفه التشريحيه اثبت ان الراجل مات برصاصه في صدره. اللغز يا استاذ مختار مش في الجريمه اللي ما تهمناش، اللغز في ان ايه اللي يخلي مغاوري يعترف على نفسه وبالكذب. يعني كنت متصور ان انت اللي هتجاوبني على السؤال ده يا استاذ محمد. وني هنعرف منين؟ يعني بصفتك قريب واكيد عندك تفسير. تفسيري انا الشخصي ان مغاوري ده شاب تايه، فشل في الدراسه وفشل في انه يشتغل او يعمل لروحه كيان، والشارع خده بقى. اتلم على عيال شبهه كده وعندهم نفس المشكله وبيحاولوا يطلعوا القرش باي شكل، يعني على الاقل متر عشان ما يحتاجوش لاهاليهم اللي هم محتاجين اصلا، والفقر لاهيهم عن تربيه ولادهم. نفس القصه اللي بتتكرر كل يوم.
بس الحقيقه برضو حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال. ايه اللي يخلي مغاوري يعترف بجريمه ملوش اي صله بيها؟ احتمال يكون عايز يلفت النظر او بيلعب مثلا. بيلعب؟ شخصيته لو حبينا نحللها هنقول عليه انه طفل ما كبرش وبيموت في اللعب. يعني متهيالي لو قلنا شقاوه يبقى معقول اكتر. على كل حال انا يهمني نعرف السبب علشان نقدر نقنع بيه وكيل النيابه المره الجايه وما يدلوش استمرار حبس. يبقى حضرتك تطلع اذن زياره للست رزقه، هي الوحيده اللي تقدر تعرف منه السبب وعلى ضوءه هيتم التصرف. وهو كذلك. شرفت وانست يا استاذ محمد، انا سعيد جدا بمعرفتك. سؤال على الطاير، حضرتك بتشتغل فين؟ اني امين متحف في دار الاثار الرومانيه واليونانيه. طبعا الثقافه واضحه. شرفت يا استاذ محمد. اشكرك ونبقى على اتصال ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. الو. ايوه يا استاذي، انا اسف جدا لازعاجك، بس الحقيقه في حاجه انا نعتقد انها مهمه. مغاوري يا استاذنا. ماله؟ قتل؟ ايه اللي بتقوله ده؟ طبعا شيء غريب. ايه اللي يخليه يكذب كذبه زي دي؟ طب اسمه، اديني اسمه وكيل النيابه. اسماعيل. طيب عموما كويس انك اتصلت بيا. لا برافو عليك طبعا. انا والحاج جايين بكره اسكندريه. يلا مع السلامه. سعادتك اللي تحت لي يا سعاده البيه؟ لا شكرا. تعال. اخبار مفاجاه من اسكندريه. انت سمعت المكالمه؟ لا انا بحتج على الاتهام. يا اخويا ما تحتاجش ولا بتاع، بطل انزاحه وانا مش عارفك ولا ايه؟ ما دام فيها الاستاذ مختار يبقى فيه شغل. وانت ايه رايك؟ يا سعاده البيه، حضرتك والحاج صالح نازلين بكره اسكندريه، يبقى الولد لازم يطلع. صار انا ساعات بتخض من ذكائك. انت عايز ايه اكتر من كده؟ الولا ومرمي في الكراكون هيشيل جنايه توصله لحبل عشماوي. جنايه صحفيه، ماني هنديلك اللي اتفقنا عليه، بس مش في الشارع. نعم، ما انت قافل دكانتك اديلك يومين محدش بيشوفك، والغرزه اللي انت بتروح تتلقح فيها كل ليله ما بتروحهاش. هتكلم عليك انا فين دلوقتي؟ بكره هنفتح الدكان، فوت عليا وبالمره نتكلموا بقيه المقاوله. لا يا اخويا، نقبضوا الاولانيه وبعدين نفكروا في التانيه. غريب، بكره لو ما فتحتش الدكان وجهزت لي فلوس يبقى انت الجاني على روحك. بالاذن يا اخويا. فرجتك البلوي انت شبه القرد العانس. مين اللي عم ترجم والعب صبرت على وشك قد كده؟ اللي هقول يا بنوك هو غريب الدش دوت يقرب للحاج حنفي دربله. ده يبقى ابن اخته سجدته عدل. طب خلي بالك من المكتب لغايه لما نروح مشوار صغير كده ونرجع لك. ويا اولاد خليه على الله واتكل. يا محيط، اخبار رزق ايه؟ والله يا اخويا بعافيه سايباها نايمه، الله يكون في عونها. ربنا يلطف بعبيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي رزقه في البيت يا ست محيط؟ في البيت بس نايمه. في اخبار جدت على حكايه مغاوري؟ لا بس اني لازم نروح لها دلوقتي، مضطر نصحيها. استاذ، انا على فكره عرفت مين اللي ورا الحدوته دي كلها. مين يا حاج عبد المنعم؟ الورا غريب الدش. ايوه يا سيدي، ابن اختي هبابتي واني زفت خاله. وبعدين لك كلمه عليها يا حاج؟ انا ليا كلمه على كل السياله يا عبد يا فقري. يبقى يصح بقى تكف اذعن الناس يا حاج. انا متبري منه وقايلها بالفم المليان. مش كفايه يا سيدي الناس؟ عايز توصل ليه بتاع الجرايد؟ أنا نعرف إن أنت بتعز رزقة بنت عبد ربه من زمان، ولها في رقبتي دين قديم أنت عارفه. عشان كده أنا جاي بالنيابة عنها. الست رزقة تعبانة في فرشتها، هتموت من الخوف على مغاوري. الواد ده حكايته حكاية. عطية المخبر فات عليا من شوية، خد المعلوم ودردش معايا، قال لي إن الواد مغاوري قر على نفسه إن هو اللي قتل الراجل بتاع المنتزه. تصدقها برضه يا حاج؟ الولد اللي اعترف محدش يتبلى عليه. مغاوري بيكذب ما نعرفش ليه، لكن مفيش حد فينا مصدقه. فرضنا ايه دخل الزفت غريب ابن اختي في الموضوع؟ تصدق لو قلت لك ان هو اللي ملفقها لمغاوري؟
نصدقك كده من الباب للطق لا، لكن دخلها في دماغي عشان نعقلها. هنقول لك اللي في دماغي وانت عاقلها براحتك. يا دماغي الصداع هيفرتك منك لله اللي صحتيني. لا مؤاخذة يا اخويا. بنتي يا قدارة اعملي شاي للأستاذ حماد. لا لا لا، أنا مش عايز حاجة، أنا جاي نقول كلمتين ونمشي عشان ترجعي تنامي وتستريحي. مش القصد والنبي اعذرني، ربنا ما يوريك اللي انا فيه. نعمل لك شاي ولا قهوه يا استاذ محمد؟ لا ده ولا ده، متشكرين. ولا انت يا خالتي؟ انا مش عايزة منك حاجة، ارجعي انت بس يا اختي للبلكونة، كفاية عليك اللبانة والمسجل. ماشي، احنا كنا مراعين شعورك بس وقافلينه. من امتى مراعين شعوري وقافلينه؟ البت ولا كأن ابن خالتها مرمي في الكراكون. انا مش عارفة البت دي جايبة القوة منين. من خالتها طبعا. منني؟ ليه؟ جبتني القوة منين؟ ده انا غلبانة وحيلي مهدود، هو انا في حد زي ربنا اللي يعلم؟ لازم تبقى قوية يا أبلة عشان خاطر مغاوري. هو فين مغاوري؟ مرمي يا حبة عيني على الأسف. انت هتروحي بكرة تزوريه وهتتكلمي معاه، لازم تقنعيه وقولي الحقيقة لما النيابة تسأله تاني. حاولي تعرفي منه هو ليه كذب الكذبة الخايبة دي، ماذا وإلا هيجددوا له الحبس. عايز تموتني، عايز تضغطني. ايه يا رزق في ايه اللي حصل في دماغك؟ وعهد الله ما هنسيبك الا قاطع النفس. دراعي يا رزق هتكسريه. 100 الابلاتين اللي في دماغك لدع. ايه ولا اللي خلاك تعمل كده؟ بتكذب ليه يا ولد؟ بتكذب ليه يا ولد؟ ان شاء الله يبقى ربنا ينتقم منك. بتقل على نفسك بالكذب. سيبيني بقى انا نصرخ ونلم عليك العساكر يجوا يرنوكي علقه تفشفش عظمك. الحقوني رزق اتسعرت. ايه اللي بيحصل هنا دوت؟ وانت مالك؟ ميعاد زيارتي نعمل فيه اللي انا عايزاه، ابني وبنقدمه. الله اكبر عليكي، ما عرفتيش تربيه في بيتكم، جاي تربيه هنا؟ سيبيه بقى. وانت مالك يا سيدي؟ تسيبني ليه؟ امي وخالتي في نفس الوقت، سيبها تربيني كده. طب خلصي عليه، قطعي حتت. هديت حيلي، ان شاء الله بقيت هد حيلك. تدعي عليا كمان يا رزة؟ اكيد اتجننتي. كالجن لما يلخبطك. عملت كده ليه يا ولد؟ انت اللي خليتيني اعمل كده. أنا في شدتك دي يا ولا بتتبلى عليا؟ أنا اللي قلت لك تعترف على نفسك بالكذب؟ ايوه. إن شاء الله أول لما يقويك. اصبري يا رزق، قولي الأول ازاي خالتي عظيمة؟ ازاي إدارة؟ ازاي الصلاة؟ طبختوا؟ لا طبخنا ولا غسلنا ولا الدنيا لها طعم من غيرك. مش شايفين إلا سواد. أنت عملت فينا كده ليه يا ولد؟ طقت في دماغي يا رزق، قلت هو ده الحل الوحيد. إن شاء الله يبقى نحل وسطك. بنتي ياما لما قلت لي على حكايه ابويا واهله الصعايده اللي جايين ياخدوا الطار مني، اني قلبي وقع في رجليا ودماغي قعدت تزن زي عش الدبابير. قعدت نفكر هتعمل ايه في المصيبه السوداء دي؟ ما هو اني لو سبت السياره وجريت زي ما انت بتقولي مش هيأسوا وهيفضلوا ورايا لحد ما يمسكوني ويقتلوني في المكان اللي انا هستخبى فيه. لما عطيه المخبر كده خدني قلت بس هي دي احسن مكان نستخبى فيه هو السجن. وقلت في الاول ايه، اطلع تمنية حشيش وادبس نفسي في كام سنه سجن في الامان. لقيتهم بيقولوا لي انت اعترفت الغريب الدش انك قتلت واحد اسمه خميس. قلت بس هي دي تأبيده في السجن، عبال ما اطلع بقى يكونوا يأسوا ورموا طوبتي. يعني ايه اللي رمتك الرميه دي؟ أنا اللي عملت فيك كده؟ يقطعك يا رزق، يقطعك يا رزق، يخبتك يا رزق، يا مصيبتك يا رزق. ان شاء الله يبقى جالك خبرك يا رزق. رزقه ما تعمليش بنفسك كده يا رزقه. انا كل اللي تقوله لك ده كده برميه. يعني ايه؟ يعني مفيش اهل ولا طار ولا حد جاي يقتلني من الصعيد؟ ولا من الصعيد ولا من بحري ولا حد بيعبرك ولا بيستعبرك ولا بيسأل عنك من اساسه. وابويا اللي ولا ابوك كلي ولا امك كلي. رزقه انت بتقولي كده عشان اغير اقوالي قدام النيابه. انا عايزه انطلقك عشان يقتلوك يا هبل. امال ايه الحكايه اللي انت بتحكيها دي؟ انا كنت خايفه ياخدوك مني. ياخدوني ايه؟ ايه يا رزقه؟ انت مش لسه قايله مفيش؟ هما مين اللي انت هتجننيني؟ مش هما يا ولد، مش هما. امال مين المره دي بقى؟ مين المره دي؟ عصابه من شباغه؟ طب انت لما هتطلع
اني هنقول لك الصدق، وهنجيب لك المصحف وهنحلف عليه انني نقول الصدق. يا شاويش زنفل، يا باشا شاويش زنفل، يا عادل صول زنفل، يا سيادة اللواء. عايز ايه؟ وايه الدوشه والغاغه اللي انت عاملها دي؟ عايز نروح النيابه، عندي اقوال جديده. لما يجي ميعاد عرضك على النيابه هنوديك. ما ينفعش، المعلومات اللي عندي في غايه الخطوره والاهميه ولازم نروح دلوقتي حالا. معلومات؟ والمعلومات دي جات لك من ايه؟ وقعت على دماغك من سقف الحجز؟ ولا كنت نايم وجاتك في المنام؟ مش شغلك، مش شغلك! انت بتروح دلوقتي بلغ المأمور وهو يتصرف. وبتشفط وبتديني اوامر كمان؟ طب حط لسانك جوه خشمك واياك اسمع صوتك. طب اسمع دي وروح. أنا بلغتك إن عندي معلومات في غاية الأهمية والخطورة عن القضية، والزملاء اللي في العنبر دول شاهدين. وإيه؟ ومن بكرة إن شاء الله عندي عرض على النيابة، وهنقول لهم إن أنا قلت لك وأنت ما رضيتش تقول، ويبقى الموضوع كده إيه المصيبة حصلت، وصباح الفل. شاهدين يا رجالة؟ شاهدين يا أبو الزمر. يعني عداني العيب؟ عداك العيب. وإن شاء الله براءة؟ إن شاء الله. ومين اللي غلطان؟ بشاويش. يبقى نقول له إيه؟ شنكوتي. يبقى نقول له إيه؟ شنكوتي. ادخل. المحبوس احتياطي مغور مسامحه يا فندم. سيبه انت يا زنفل. تعالى يا صباح الخير سعد. اتفضل اقعد. شكرا يا باشا. هاني ليه جاي مخصوص عشان يسمع الكلام اللي انت عايز تقوله. سؤال استكرامت سعادتك. اسال. هاني بيه، يعني من سلطته ان هو يأمر بالافراج عني؟ ده مش من سلطتها يا مغاوري، دي من سلطة النيابة. طب انا اتكلم مع سعادتك ليه؟ اتكلم كويس مع هاني بيه يا مغاوري. أني بنتكلم بمنتهى الأدب يا باشا. أني طلبت نتكلم قدام النيابة، ما عنديش حاجة نقولها قدام المباحث ولا مؤاخذة. معلش يا باشا، هو هايب سيادتك شوية، سعادتك سيبهولي بس دقيقتين بعد إذنك. وهو كذلك. أيوة يا مغاوري، مش عايز تقول لي حاجة؟ نهائي يا باشا. ولا فوق روحك هلا، شغل الساعة ده مش معايا أنا، شغل الساعة ده تعمله مع الأوباش في حواري السيالة. إيدك يا بيه، هنتخانق، مش عارف نتكلم كده. انت بسرعه ده انا مش فضيله. ولا ايه فضيله؟ الحقوني! سعادة الظابط بيعذبني! لو سمحت يا هاني بيه. أنا في عرضك يا باشا، أنا في عرضك، خليهم يرجعوني الحبس. سعادة الظابط بيعذبني، وأنا بقى عايز نقول الكلام ده في محضر رسمي في النيابة، وعايز نقول كمان إنني اعترفت الاعترافات دي عشان هو عذبني وهددني، وقال إن هو هيجرجر أمي وخالتي وبنت خالتي ويعذبهم ويهددهم ويسيطر عليهم المخبرين بتوعه. لو سمحت يا باشا. لو سمحت انت يا زنفل. فندم رجع مغاوري الحبس تاني. دم. سوري يا كابتن، من حق كل مواطن، من حقه ان هو يحافظ على حقوقه الدستوريه. سعادة الباشا. رزقة قدرت تقنعه؟ واضح. انا جات لي اخبار انه عمل هيصه ودوشه في سجن الاحتياط وطلب يغير اقواله في النيابه. بس احنا لسه ما عرفناش لغايه دلوقتي ايه اللي خلاه يكذب. ست رزقه ما تعرفش؟ حاولت نجرجرها في الكلام، صممت انها ما تعرفش. يعني ما سالتوش لما زارته؟ قال لها انهم ضغطوا عليه في المباحث وارغموه انه يعترف بالكذب عشان يقفلوا القضيه. يعني بس انت مش مقتنع ها؟ الحقيقه ومش عارف ليه يا متر، بيتهيألي ان حضرتك برضه يعني. حضرتي ايه يا استاذ محمد؟ يعني اهتمامك بمغاوري وراه حاجه ما نعرفهاش. ليه يا استاذ محمد؟ أنا المحامي بتاعه وطبيعي اني نهتم بيه. الكلام ده من قبل القضيه يا متر. قبل القضيه حصل ايه؟ يعني اسمح لي اني لقطت من دردشه كده بيني وبين عبد المنعم الفقير متعهد الجرايد ان في ناس احنا ما نعرفهمش مهتمين جدا ببنت عم ابويا وابنها، وانك عارف الناس دول. ومنطقيا هو كمان يبقى عارفهم. مش شرط، ما هو جايز حضرتك رفضت تقول له هم مين بالظبط. وممكن هو يكون رفض يقول لك. سالته يا متر، حلف لي 100 يمين انه ما يعرفهمش. استاذ محمد، أنا فعلا معجب جدا بشخصيتك، وعشان كده أنا هنكون في منتهى الصراحة معاك. وأني هنكون شاكر جدا. أنا فعلا جايز مهتم بالست رزقة ومغاوري، لأن الناس اللي أنا بنمثل مصالحهم مهتمين بيهم، والناس دول رافضين إن نجيب سيرتهم لأي حد بأي حاجة. وحضرتك عارف يا أستاذ محمد إن المحامي زي الطبيب، يعني أمين على أسرار عملائه، ومحظور عليه مهنيا وأخلاقيا إنه يفشي أسرار عملائه إلا بإذن مباشر وصريح من العملاء دول. أني كده فهمت ومش هلح عليك. بعد إذنك يا متر. شرفت يا أستاذ محمد. وبالنسبة لموضوع مغاوري اطمن خالص، بكرة إن شاء الله هيعاد عرضه على النيابة وهتفرج عنه. إن شاء الله. عن إذن حضرتك. مع السلامة.
الو. اهلا اهلا يا استاذي، كل شيء تمام، احنا في انتظاركم. عندي احساس ان خالتك وابن خالتك وراهم مفاجاه ما تخطرش على بال بشر. مفاجأة ايه؟ وايه اللي عندهم يعني ممكن يفاجئونا بيه؟ انا مش عارف، يمكن الولا مغاوري هيتفاجئ زيك، انما خالتك رزقه وراها سر محدش يعرفه الا هي، الا بقى اذا كانت قايله لحد من حبايبها. حد زي مين يعني؟ زي امك مثلا. تعرف؟ امي فعلا تعرف حاجه، واني حاولت نقررها اكتر من مره بس فشلت. تفتكري يكون ايه يا ضره؟ محمد، انت منزلني من بيتنا وجايبني مقعدني هنا عشان تكلمني في اللي مدارياه امي واللي مخبياه خالتي؟ لا ابدا، بس انا يعني من ساعه ما قدرت نميله دماغك ونقنعوك انك تقابليني، وانا مش عارف اول ما هشوفك هنقول لك ايه يعني، فقلت اقول اي كلام. مش عارف تقول ايه ولا مش لاقي حاجه تقولها؟ لا ده اللي انا عايز نقوله لك كتير قوي يا ضره. بس والنبي ما تقولش يا ضره دي. ليه بس؟ ما احنا كنا بنقولها زمان. كنت وكان ده كان زمان، وما عادش فاضل من زمان ده حاجه. لا ده زمان ده زي ما هو، لا اتغير ولا نقص. ده انت بتضحك على نفسك بقى يا جدع. لازم تصدقيني. ما بنصدقش، بطلت، حتى صوتك وكلامك مش طايقه نسمعه. لسه برضه مش قادره تنسي ولا تسامحي؟ يمكن نسامح، لكن ننسى ازاي؟ ننسى ازاي يوم ما استنيناك انا وامي واخويا وخالتي في الميعاد اللي حددتوه انتوا عشان تيجوا تقروا الفاتحه، ولا جيت لا انت ولا امك ولا اختك، وبعتلي ورقه مع اختك الصغيره تقولي فيها هنبقى نتفق على ميعاد تاني. وتاني يوم سافرت على مصر واشتغلت هناك وما عبرتنيش طول 6 اشهر. جاي بعدها تقولي ننسى؟ يا اخي حرام عليك، انت جنسك ايه؟ حمار وغبي وضعيف وما عنديش شخصيه، بس عندي اسباب. صحيح ما هياش اعذار مقبوله، لكن ساعتها كانت. اوعى تقولها، مش عايزه نسمعها. وكفايه اعترافك بانك ضعيف وما عندكش شخصيه، دي حقيقه، وهي دي عذرك الوحيد اللي عمري ما هنقبله. كده؟ طب بلاش اعذار، اعتبريني عايزين نفضفضوا معاكي كلمتين يا ضره، اسمعيهم باليمين وخرجيهم بالشمال. يوم ما كنا جايين لك صحيت من النوم على صوت خناقه بين امي واختي سمره، جريت اشوف ايه الحكايه. مش عايزين نروح وخلاص، كفايه انت وبابا والعريس. لا هتيجي معانا يا سمره ورجلك فوق رقبتك. يا ما عيني لوجه الله، انا ما بنقبلوش البنت قدرها دي ولا نحبهاش اصلا تكون مرات اخويا. انت يا بنت لسه عايشه في الموال ده، ما نسيتيش؟ ولا عمرنا هننسى لغايه ما نموت. حتى بعد ما عرفنا ان رزقه ملهاش دعوه بالموضوع ده خالص، وانها حتى ما كانت واخده بالها من المعدور اللي كان داير عليكي، وهو اللي كان عاملك سكه ليها لما عرف انكوا اصحاب. ما نعرفوش بقى، اللي نعرفه انها طفشته وضيعته مننا. انت يا بنت جرالك ايه؟ بقيتي معقده كده ليه؟ انا معقده يما ومكلكعه كمان، وهتعنسي وتقعدي في قرابيزي. وبعدها ب10 دقايق اسمع لك صويت وهيصه ودربكه، جريت اشوف ايه الحكايه، اتفاجئت المجنونه قلدت مشهد كانت شافته في فيلم امريكاني، ودخلت الحمام وقطعت شرايين ايديها. يا نهاري، انت بتتكلم جد يا محمد؟ هو الكلام ده فيه هزار يا ضره؟ بس ما حدش خد خبر ولا جاب سيره، حتى اختك الصغيره لما جت ولا كان باين عليها البيت. لا ما احنا قفلنا على الموضوع ده خالص، ده حتى ما جبنالهاش الاسعاف. ابويا خدها ووداها الجراح معرفه في فيكتوريا، وامي قالت للناس انها وقعت على ايديها. المهم يعني في وسط ده كله احنا كنا ممكن نيجي ازاي نتكلموا في جواز ونتمموا الاتفاق. اقل كنت تقول تعبرنا باي طريقه. صدقيني يعني ما كنتش في حاله تسمح لي اعمل ده. وهجاجانك على مصر وقعدك هناك 6 اشهر، ما فكرتش تتصل بينا ولا حتى تعبرنا ولو بجواب في البوسطه؟ كان وصلني اللي قالته رزقه لابويا لما راحت له على القهوه. عيب قوي اللي بتعمليه ده يا رزقه. عيب؟ هو انت تعرف العيب يا عبد القوي؟ المشاكل العائليه ما تتناقش كده في القهاوي قدام الناس. ماني رحت لك الهباب الشغل اللي رحت فيه بعد المعاش والامن ما رضوش يدخلوني. تقدري تيجي البيت في اي وقت وانت غريبه. بيت؟ اني ندخل لك بيت يا راجل يا ناقص. لم لسانك يا رزقه. ان شاء الله يبقوا يلملموك من على شريط الطرب يا بعيد. هو اني وعظيمه واداره ما احناش ولاياك يا ناس، ما احناش لحمك ودمك. طب بس تعالي معايا هنتكلم في البيت. اوعى تسيب ايدي، عهد عليا قصاد السياله كلها ما نعرفك ولا ندخل لك بيت لحد يوم الدين. رجع وحكى لامي وقرروا هما الاتنين قطعوا كل العلاقات والدنيا باظت واني بوظت معاها. ساعتها ما قدرتش نعمل حاجه ولا عرفت حتى نتكلموا معاكي في ايه. ضره اني بعترف اني كنت سلبي، لكن دلوقتي اني بنحاول نكون ايجابي اكتر من اللازم، وانت لازم تساعديني. ماشي؟ على حسب. عندك شروطي. نقعد ونشاوروا نفسي وبعدين نرد عليه.
عشان تعرف ان انا مش نايم. واني كسبت ايه؟ تجيبني على ملا وشي عشان نشوفها وهي نازله عواطف مع الزفت ده. بتغيظني. انا عاوز البنت. هتجيبها لي امتى؟ انت بعت لي يا خالي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رميت السلام، أنت ما سمعتش. سمعت الرعد في ودانك. ترزعوا. حاضر. أبو سيد. أمر يا حاج. هتدور في الوكالة من بره واستنى لحد ما نطلع لك. أمرك يا حاج. هو في إيه يا خالي؟ وأنت ناوي تضربني يا خالي؟ يا ريتني ضربتك من زمان وأنت صغير. كنت اتعدلت وما كبرتش على العوض. في إيه يا أبو بط؟ انت بتضربني ليه يا خالي؟ محدش يندهلي باسم بنتي. أنا الحاج حنفي كبير السيالة دي كلها. محدش يندهلي باسم بنتي إلا إذا كان عايز يتبهدل ويتقطع. دي نمرة واحد. حفظت يالا؟ أيوه. أنا حفظت يا خالي. نمرة اتنين قلتها لك قبل كده، لكن مستعد نقولها لك تاني. سمعتك اللي بقت زي الطين، وكل يوم والتاني يجي لي واحد ويقول لي حش ابن اختك حش ابن اختك. أنا راجل في حالي يا خالي، ما بنقربش من حد إلا اللي يجر شكلي ويدوس على صوابعي. والولا مغاوري ابن رزقة كان داسلك على صوابع؟ بس أنا كده فهمت مين اللي ملا دماغك عليا يا خالي. ما تتهربش من سؤالي، ما تخلينيش تطلع في شري. بالهداوة بس يا خالي. الولد ده قصني ببضاعة ب5000 جنيه، ومع كل إن أنا سامحته وقلت عوضي على الله، انما يجي بعديها يتهجم عليا في محل اكل عيشي ويسوق عليا اللبش وتلقيح الجتت ويهزقني قدام السوق كله. ده اللي ما يرضيكش يا خالي. قمت انت ملزق له تهمه؟ انا ما لزقتلوش اي تهمه، ده هو اللي اعترف لي ومستعد نحلف على المصحف ان هو اللي قلب عظمه لسانه. انا اللي قتلت راجل الاعمال اللي لقوه في المنتزه. وانت بقى على نياتك وصدقته. واني مالي، واني هندخل جوه ضمير وندعبس؟ لا يا ابن حسنيه، محدش بيدخل في ضمير حد. بس اسمع يا ولا، واجب برضو نكلمك على بلاطه. انا واد زهقت منك وطهقت منك ومن افعالك، ولولا عظم التربه اللي تاوت المرحوم امك لا كنت سالت فيك ولا عبرتك من اساسه. كتر خيرك يا خالي. عايز خيري يكتر صحيح يا غريب؟ يا ريت انت تؤمر واني انفذ. قدامك سكتين، اختار لك واحده منهم. يا تبطل تجاره في المسروق والمغشوش والممنوع وترجع لتجاره المرحوم ابوك، واني نقف معاك ونساعدك، وفي نفس الوقت تبطل عشره المشبوهين والاوباش وتكف اذاك عن الناس. يا اما تهج من هنا وترحل عن سمايا وسما السياله كلها، لان مش هستحمل بعد كده واحد يجي يقول لي ابن اختك عمل وسوى. ساعتها بشرفي ما هنعمل حساب لقرابه ولا الدم ولا اي شيء، وبايديا دول هنخلص الناس منك ومن اذاك وشرك. زاد عليا حنيني خدني دلالك عايشكي وانت ناسيني، ده انت النسايم اللي بيها العمر حالي، انت يا سيدي تحس بيا تروح بحنيني اللي بيها العمر حبيبي، انت يا سيدي تحس بيا تروح بحنيني. رجعت من بره مفرفشه. كانت فين بنتك يا عظيمه؟ كانت عند رندا صاحبتها اللي ابوها موعدها انه هو هيشغلها في الشركه بتاعته بس لما يرجع من السفر. ورجع بالسلامه؟ باين له اصلي ما سالتهاش. طول عمرك كدابه خايبه يا عظيمه. عيب كده يا رزقه. الله، ده انا اختك الكبيره ما تهزقنيش. ما انت لما بتكدبي بتلخبطي وبتطيني الدنيا ما بتسبكيهاش. واني هنكدبه ليه بس؟ عشان بنتك ما كانتش عند صاحبتها، وانت عارفه واني عارفه هي كانت فين. طب ومال؟ ما احنا عارفين ده من زمان. تكدبي عليا يعني ليه؟ عدو. ايوه عليك يا رزقه، ما انت مقاطعه بيت عبد القهوي من يوم الحكايه اياه. ما رضيناش نقول لك بقى لحسن تتعفرطي وتتعاركي معانا. احمينا يا رب من اللي مخخهم هريسه. طب ما الولا حماده قب على وش الميه تاني، وكل يوم والتاني بينط لنا واني بنشوفه، لا قرمت ودنه ولا كلت دراعه ولا قطعت لكم رقبته. اهو بقى
اللي جه على بالي وقلت كده خلاص. ده حتى كتر خيره قايم نايم بموضوع مغاوري دلوقتي. خلاص بقى يا رزق، بيقولوا ان مغاوري هيفرجوا عنه بكره. ما هو ده اللي انا شايله همه. اما امرك عجيب قوي، بقى عاتله هم مغاوري لما يخرج من الحبس. تصدقي وتصدقوها ازاي دي بقى؟ هو انا يا بت مش قلتلك انهم بيقربوا يوم ورا يوم والكدبه الكبيره خلاص هتنكشف؟ اهي دي بقى اللي انا مش فاهماها، الكدبه الكبيره. كل شيء هيبان في اوانه بقى. أنا عارفة الكدبة اللي انت كدبتيها على مغاوري. دي مش كدبة واحدة، دول كدبتين يا ولية. طب التانية ايه؟ الأولانية قلت له إن أبوك مات. رجعت قلت له تاني أبوك كان صعيدي وعليه طار، ولما مات هياخدوا بالطار منك أنت. من مغاوري؟ يا سبحان الله، وإيه اللي خلاكي تكدبي كدبة زي دي؟ أنا عارفة بقى، أنا كنت بنخوفه، كنت عايزة ناخده ونهج من السيالة قبل ما يطولوه. بصراحة بقى يا حاج أنا مش مقتنع. مش مقتنع بإيه طبعا؟ يعني سفرية اسكندرية دي اللي طلعت فجأة. طلعت فجأة يعني إيه؟ اخترعتها مثلا؟ ما يقصدش يا بابا، هو بس مستغرب زينا كلنا، ازاي الدكتور يسمح لك فجأة ان انت تسافر وهو اللي كان بيرفض انك تمشي لغاية الجنينة. أيوه مظبوط صح، ازاي بقى عايز تسافر يعني؟ مش جايز لا صحتي اتحسنت وممكن استحمل السفرية. وده اللي حصل فعلا يا بابي، الدكتور قال نفس الكلام. طب إذا كان بقى الدكتور قايل لي إن الحاج مصمم يسافر وإن هو شخصيا ما قدرش يقنعه وده حصل قدامي، يبقى لكم انتوا كلام وانا ومامي كلام تاني خالص. انتوا بتناقشوا ايه؟ مسألة سفر دي ما فيهاش فصال خلاص. يبقى حد مننا بقى يطلع معاك اسكندرية. أنا مستعد. وأنا جاهز. لا انتوا ما تنفعوش، المفروض يا بابي اللي يطلع معاك حد يقدر يشوف طلباتك، اكلك دواك حمامك، يعني جنس لطيف. مامي انا شهير، لا بلاش شهير. ما حدش فيكم هيجي معايا، لا انتوا ولا امكم. انا هطلع مع المحامي لوحدنا وبس، وانتهينا. وسيبوني بقى، عايز انام، عايز ارتاح. سيبوها على راحته. وأنا بقى هطرشق لو ما عرفتش سر السفرية دي إيه. يا طلعت مفيش داعي للشكوك والعصبية دي، بابا كبر، جايز عايز ينفرد بصديقه مؤنس في آخر أيامه. ما هو ده اللي مخوفني. تقصد ايه يا طلعت؟ ما يقصدش حاجة، هو بس خايف على صحة بابا من السفر. يا عم ارحمنا بقى، أنت هتعمل لي فيها منصب برامج؟ هو أنا اللي مش عارف أقول اللي أقصده ولا إيه؟ ايوه، اهي دي الخناقه اللي انا كنت متوقعاها. يا ريت تاخد اخوك وتروحوا كده تقفلوا على نفسكم اوضه، ولا تقعدوا في التراس، ولا حتى على البسين. كل اللي بتقوله صح يا طلعت حبيبي. يا ساتر على برود اعصابك يا اخي. احنا مختلفين وده واضح من زمان، لان كل واحد فينا ليه دماغه وعايز ينفذ اللي في دماغه. طيب يا هادي يا رزين يا متمالك اعصابك قوي، ممكن تقولي بقى مين فينا اللي هيمشي اللي في دماغه؟ تقول مين؟ انا طبعا. بمناسبة ايه؟ انا الاكبر والاقدم في خبرة الشغل. وانا ستايل وعلاقاتي في السوق اكتر منك. يا راجل ستايل ايه وبتاع ايه؟ الكلام ده تقوله لنفسك في السر وتحاول انك تصدقه. احنا الاتنين لينا حقوق متساوية يا اخويا العزيز. الحاج صالح لغاية اللحظة دي ما حسمش حاجة لحد فينا. طب وافرض نقوم نعمل ايه بقى؟ ندمر شغلنا في المجموعة المهولة دي كلها واحنا بنأسفن لبعض؟ كل واحد فينا بيمهد الارض لنفسه، والراجل على وشك انه يعمل تشيك اوت ويسافر. ولما انت عارف كده يا اخي مش قادر تصبر الشوية دول ليه؟ واتفاجئ بيك حاطط ايدك على الجمل بما حمل، ابقى عبيط. طب والحل يا اللي مش عبيط؟ نتفق سوا ونقسمها دلوقتي على الورق. ازاي؟ واخواتك وعزك جوز اختك. الله 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 الله. اسمت هانم؟ طب ما تنضم لهم بدل ما انت واقفه كده تتجسسي عليهم. انا ما بتجسسش على حد، انا كنت قاعده هنا على التراس وهم اللي عدوا كانوا بيتكلموا بصوت عالي. عن اذنك. ورايحه على فين؟ هدخل انام بس هطمن على بابا الاول. صح يا شهيرة يا بنتي. صح طبيعي ولا صوت دخلتي هو اللي صحاك؟ طول عمرك يا حبيبتي ما عملتي الصوت وانت داخلة. انت ناسة كنت مسميكي ايه زمان؟ القطة يا قطة. دي حاجة تتنسي برضه. بس عمرك ما خربشتي حد غير نفسك. مش وقته يا بابا، انا مش عايزة اصحيك اكتر من كده، بس انا حاسة ان واد بيقول لك اللي انا سمعته على البسين. يوزعوا التركة على بعض وانا لسه على وش الدنيا. عادي، ما تزعلش نفسك يا صالح. انا مش زعلان يا مؤنس،
انا بس خايف. خايف من ايه يا صالح؟ خايف يجي اجلي قبل ما الحق ارتب اللي ورايا. الو. ايوه يا استاذ مختار. اهو احنا يا دوبك داخلين اسكندريه. حضرتك فين؟ رايح النيابه؟ حاضر يا فندم، اول ما نوصل هكلم حضرتك. المتهم مغاوري مصلحه يا فندم. طب سيبه وروح انت. نهارنا ديجيتال ان شاء الله يا سعاده الباشا. مبسوط يا مغاوري؟ لو سعادتك يعني شايف انني مبسوط من السجن مش هنعارض، هنرفع ايدي موافقون موافقه. ولو سعادتك برضه يعني شايف ان الابتسامه اللي انا فارشها على وشي دي على قمتين يعني لزوم الادب، عشان يعني طبعا في حضره السيد وكيل النائب العام، انا برضه مش هنعارض. مش واضح انت عارف انا حبستك احتياطي ليه يا مغاوري؟ عشان كتبت يا باشا. ولا عشان مذنب؟ لا يا باشا، لا، انا مش مذنب وقررت اقول الحقيقه وكل الحق ولا شيء غير الحق، والله اعلم وانا كله شهيد. اقعد قول يا مغاوري. انا ما قتلتش حد يا باشا، واللي اسمه خميس ده انا ما نعرفوش ولا عمري شفته في حياتي. اللي خلاني نعترف على نفسي بالكذب اكتب عندك: وقد قررنا حفظ التحقيق في القضية المحالة من قسم اللبان بساعته وتاريخه، والإفراج عن المدعو مغاوري مصلحي عبد الستار من سرايا النيابة بضمان محل إقامته. يحيى العدل، يحيى العدل يا باشا. احنا رايحين فين يا مؤنس؟ هنطلع على المعمورة، الشقة جاهزة مما جميع، هترتاح هناك. معمورة ايه يا مؤنس؟ انا مش جاي اصيف، انا جاي المهمة محددة لازم انهيها عشان حزمة تانية. هم مين؟ اسمت وولادها. افتكروا ان انا وقعت الوقعة الكبيرة، ما استنوش حتى الدكاترة يقولوا لهم ايه الحكاية. تخيل انت بقى المنظر وانا لسه بتمرجح ما بين الغيبوبة والفوقان وسمعتهم بيتخانقوا حوالين سريري. اتخانقوا على ايه؟ على التركة، كأنهم واثقين من موتي. لا انا مش ممكن اتخيل ده. ما انا زيك برضه ما كنتش مصدق، لكن الحقيقة كانت حواليا من كل جهة. شفتها بتغزق عينيا. شفت نتيجة البذرة اللي رميتها في أرض بور وسبتها لإسمت ترويها بمية مالحة. شفت نتيجة ابتعادي عن مسؤولية تربية أولادي. ازاي بقى اللي انت بتقوله ده؟ ده انت معيشهم احسن عيشهم، مدخلهم احسن مدارس، صرفت عليهم الوفات يا اخي، اللي في جامعات بره واللي في الجامعه الامريكيه. انت مش مخلي. مش مخلي ايه بس يا مؤنس؟ ده انا خليت اهم حاجه، خليت الحب والحنان مع التربيه. انا ما صدقت شلت عن كتافي ورحت رامي على اسمت، حتى البنتين اللي مش من بطنها. طبعا اسمت ما توصتش. انت مش كنت دايما تقول لي يا مؤنس كلمه مش كلمه، هي جمله غريبه كده كنت تقولها لي زمان، اللي معناها ان الانسان اللي ما عندوش مشاعر حب وحنيه ما يقدرش يديها لحد تاني. فاقد الشيء لا يعطيه. بالظبط، هي دي، فاقد الشيء لا يعطيه. واسمت بقى جواها رخام سيراميك، لا توصل له الحراره ولا تطلع منه. كل اللي جواها خطط، تدابير وحسابات وبس. وده بقى اللي قدرت تديه لأولادها. طلعتهم راضعين لبن ديابة، ما يعرفوش غير ياكلوا وينهشوا ويغرزوا اسنانهم في أي لحمة يشوفوها. أول ما شموا إن الديب الكبير وقع جريوا قعدوا يعضوا في بعض عشان كل واحد فيهم يلحق يحط اسنانه قبل التاني في اللحمة اللي سابها. طب اهدى مفيش داعي تنفعل، الانفعال مش كويس عشانك. قلت لك انا ما كنتش مريض. ايه يا مؤنس، المرض ده كان ستاره انا مستخبي وراها عشان اتفرج.
عشان اراقبهم من بعيد وهم مستنيين موتي يوم ورا يوم. طب صدقني يا مونس لو قلت لك انا خفت، دمي تلق في عروقي. خفت من ايه يعني؟ منهم خفت يكتشفوا ان انا صحتي كويسه، يغضبوا ويستعجلوا وهم يموتوني. لا يا راجل ما تقولش كده، ما وصلتش. لا يا اخي وصلت يا مؤنس، وصلت من زمان، وشفتها في عينيهم اول ما فتحت عينيا وهم حواليا، واول ما طلع صوتي ولمحت خيبه الامل في نظراتهم. بعدت جبت الدكتور رياض، حلفته انه ما يقولهمش الحقيقه، واقنعته ان كتمانها عنهم ما فيهوش اي اساءه ولا خيانه لمبادئ مهنته، طالما انه بيصارحني انا وانا المريض، صاحب الشأن. يعني انت ال3 سنين دول بتتظاهر انك عيان؟ ايوه لما احب حالتي تتحسن اقابل اصدقائي واخرج علشان ما ازهقش، ولما احب حالتي تتاخر ارقد في السرير وبعدين اتحسن وارجع اتعب. كنت ارمي الدواء اللي ما باخدوش من وراهم واخد بس الفيتامينات والحاجات اللي مش مضره، وهي اللعبه نجحت. وانت دلوقتي في حاله التعب مش كده؟ دي اخر خطوه في اللعبه يا مؤنس. المساله بقت خطيره ولازم تتلحق بشكل نهائي. انا من يوميها سبت التجاره لطلعت والمجدي وامهم، واكتفيت ان انا اراقب من بعيد عن طريق عصام بره وشهيره بنتي جوه. لقيت الدنيا بايظه يا مؤنس، الديابه اتسعرت والتجاره بقت سرقه ولهب ومسخره، وقال الاوان لو ما لحقتش ولعبت اخر دور الكارثه هتحل وهتاخد الكل. وانا هنا في اسكندريه عشان ده. مغاوري ايه ده؟ تعرفيش ياما ايه اللي صح مغاوري بدري كده وقعدوا في البلكونه؟ ما اعرفش، انا شفته الصبح وصبحت عليه ما ردش، ما سمعنيش. غوري موغه انا مش سامعني. مغمد الو. سامعك يا قلق، سامعك وماليش نفسي نرد. ليه يا قلق؟ حريه شخصيه. وايه اللي مصحيك بدري كده؟ هو نمت من اصلا عشان نصحى. طب يلا نفطروا مع بعض وبعدين تقول لي مالك. اتكل على الله، انت شوف شغلك يا صلاة وسيب. هنخطف ركعتين الصبح الاول. ربنا يقبل. في ايه يا ولد؟ مفيش حاجه يا اما، وما تفتحليش سين والجامعه الصبح. لا كلني، ولما مفيش حاجه سهران الليل بطول الليل تعد النجوم لغايه الصبح. بنحب، والحب مطار النوم من عيني. يا حلوه يا حلوه، انا عارفه ما يعملش كده غيره، اسالني انا. والنبي اما اعملي معروف وسيبيني في حالي. انا دي اقدر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طب قول لي هي مين ورحمه امي نجيبها لك من شعرها خش شعرك على لغايه عندك. فيكي من نكتم السر؟ في بيك. طيب وما تتهوريش وما تعمليش والليله وما تمديش ايدك ولا لسانك. ليه؟ هو انت هتبلينا بمين؟ هنقولك، بس خليك انت هنا واني هنبعد المسافه الكافيه عشان ما تطبقيش في زماره رقبتي. ما تجيش ورايا ها؟ طب اني مش هنيجي وراك، واني هنقف مكاني هنا وانت مكانك كده. مين؟ ام وحيد. ام مين؟ بنحبها وعايز نتجوزها. تاني هينطلين عيشتك وعيشتها. خد هنا يا ابن المفتاح. استنى يا ده مغاوري، ما تجرينيش وراك يا جدع. عايز ايه يا صلاح؟ عايز ايه؟ جاي ورايا ليه؟ انت مش كنت بتلبس عشان تروح شغلك؟ انت بلبكلي دماغك، قلت نيجي نطمن عليك. بس انا بتحب وافق
وافرض اني بحب. تبقى البارومه كانت دماغ. ليه؟ مالها؟ تعالى بص، بس بص عليها ايه بحق ربنا، ماشي؟ زي القمر. شويه زواق كده، ها؟ على شويه شعر معمول عند الكوافير، على حتتين لبس على الموضه. ست في عزها، في عزها. لولا بس كافي على الرزق تربيه الواد والبنت اللي سايبينها المرحوم، دي كانت تبقى ايه؟ شو لو التفتت بس لنفسها كده، لو التفتت لنفسها التفتت على النعمه تبقى قنبله. اي والله يا دي مغاوي، يخرب بيت دماغ. ده اني كاني اول مره بنشوفها. يا مغاوي توصلوا، تعالوا نفطروكوا الفلافل سخن. متشكرين كتر خيرك. انت صحيح بتحبها يا دي مغاوي؟ بحبها يا صاله، فوق فوق يا صاله. انا بس كنت عايز رزق. يلا انت، يلا بقى زق انت عشان يعني عندي مأمورية عاوز اقول النهارده. مأمورية ايه دي؟ يا صاله زق، يا صاله زق، هيلبوك جزا يا صاله زق. ماشي، هنشوفك النهارده بالليل عشان تقولي على المأمورية دي. ماشي، اجري انت. يا مغاوي انت فين يا راجل؟ الناس مستنيين. فهمتوا الثانية وجاي لكم محل. فهمت. ازيك يا رئيس؟ الله يسلمك. مال؟ مالي ايه؟ يعني أول مرة تناديني باسم ماني مش باسم ابني. استطعمت الأولى يا رئيس. مالك يالا؟ بتبص لي كده ليه؟ لا بصي، لا ما اعرفش. بصي يعني هنمشي يعني دلوقتي ونيجي تاني بالليل عشان نشوفك يعني على رواق. خيبك ولا عجايب. ماله مغاورة يا ست ام وحيد؟ مش على بعضه كده. مالكش دعوة، خليك انت في شغل. روح مع البهوات وخلص. روح مع بهوات وخلص؟ لا نفهم. اروح معاهم فين؟ فسحه يعني؟ هيجيبوا لي جلاتي وازوزه سقعانه ويودوني السينما؟ هو انت ما قلتلوش يا ريس عبد المنعم؟ وشرفك قلت له يا سعاده البيه. مغاوي ايه الحكايه؟ ايه الحكايه انت يا عم عبد المنعم؟ في ايه؟ انت قايل الناس دول جايين يشوفوني واديني جيت اهو شافوني، مساء الخير. دلوقتي عايز تيجي تقول لي روح معاهم؟ لا نفهم. هم هيفهموك كل حاجه. يا اخ مغاوري مش احنا الناس اللي عايزينك، احنا بس هناخدك فيه. وهم ما جوش ليه؟ الظروف. اخ مغاوري انت قلقان مننا ولا ايه؟ طبعا قلقان منكم يا عم الحاج. اني ما نعرفكمش وكلامكم معايا مقطوع وملاوع. تعالوا لي دغري اروح معاكم لحد تايلاند. انت فاهم على فكره وبتستعبط. حلو قوي يا عبد الورد. اني فاهم وبنستعبط. اركن انت بقى على جنب، ودي لنفسك اجازه وانا نروح مع البهوات ونتفاهم في الطريق. اركن؟ انا في الموضوع ده من مبتداه، محدش هيخرجني منه ابدا. ليه انت قلت عليا وبعتني؟ انتهينا يا جماعه، احنا جاهزين نتحرك معاك يا مغاوري. اعملوا حسابكم، انا معاك، مش هنسيب حقي ابدا. وسع. هو في ايه؟ ومين دول اللي مغاوري ماشي معاهم؟ وملعب مع سناب ينفخ ويطرشق. علمك يا بحر. بس يا ترى رزق عندها علم ابن الموال ده؟ يا ريتك افتكرت مليون جنيه، انا جايه وراك اهي. عايزاك يا رئيس. طب قولي صباح الخير الاول. خلي الصباح لاهل الصباح، في بيتك يا رئيسه نبقى نتكلم. يعني ما تسألش رايحين على فين يا مغاوري؟ متهيألي مغاوري عارف. الظاهر ان احنا زعلناك من غير ما نقصد. يا عم الحاج انت هو خلونا نخلص من المشوار ده. اني صاحي الصبح مزاجي قافل ودماغي ما فيهوش خرم ابره. ينفع نروح للراجل ده من غير كلام استكرمتم؟ اتخرجتي ليه؟ ما تنطقي. قولي انت كلام غير ده. ده الكلام اللي عندي واللي صبحت بيه على الريق النهارده. يبقى اتخبلتوا انتوا الاتنين في ساعه واحده. ولا يمكن يكون انا اللي اتخبلت ومتهيألي اني بنسمع الكلام الفارغ ده. يعني هو الولا من دماغه كده؟ يا رزق عيب، حرام عليكي. أنا برضه وش الكلام ده؟ وش ولا عفاه وانت مش واحده وفيك النظره ولسه صغار والولا شاب. مغاوري يا اخويا الصغير. صغير مين يا صغيره؟ ده الفرق بينكم ما يجيش 10 سنين. استغفر الله العظيم. اصطبحنا وصباح الملك لله. هاتي يا رزقه من الاخر وقولي لي عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه يا رئيسه؟ عايزه نوصل للمحروس ابن اختك. بنشغله وعاني منه وعايزه نتجوزه. اشحال ما كانش على ايدك وشفتي بنفسك الرجال اللي داروا ورايا بعد المرحوم ابو وحيد الله يرحمه، بدل الراجل 10 وكلهم رجاله مال وهدومهم ما فيهمش
اتقي ربنا، ده انا بنربي يتامى وماشيه جنب الحيط. بصي بقى، الليله هنيجي للحبيب ابن اختك، هنيجي ندب صوابع في نن عينه لو قال اني كنت بنشغله ولا بنجر نقعد معاه. عارفه لو قال كده اقسم بالله هاخد في وشي انا وعيالي وهسيب لكم البلد باللي فيها. ها ايه اللي اني نيلته منك لله يا مغاوري؟ صباح الخير يا رزق. زيه زي اي صباح. عايز ايه؟ لا اله الا الله، ده احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عبد المنعم يا فقر، شايفهم ولا لا؟ هم ايه دول؟ اللي بيتنططوا في وشي، عدهم كده؟ لا اله الا الله، ده انا جاي اقول لك اللي عملوا فيا مغاوري على الصبح، انتوا تشقطيني وتحطيني في ميه بتغلي. الله يخرب بيتك يا مغاوري، البيت خالتك البيت اللي عايز يعرفك عمل ايه تاني؟ ادخل اتفضل. هو ده اللي ده سيادة المستشار مؤنس صاحب الشقة. وسيادة المستشار مؤنس صاحب الشقة هو اللي عايزني؟ لا طبعا، عموما دقايق وهتعرف كل حاجة يا مغاوري. انا هدي خبر لصالح بيه. استريح يا مغاوري. ودي قاعدة على الله، بس الفيلم ما يطلعش سكة. يلا دور يا هندسة. صالح بيه، مغاوري في الصالون. من فضلك خليهم يقدموا له حاجه على ما اجي انا والحاج. حاضر يا فندم. يلا يا صالح. انت مش جاي معايا ولا ايه؟ تحت امرك، بس انا افضل تكونوا لوحدكم. لقاء زي ده مش محتاج تالت. مش عارف يا مؤنس، انا اتلخبط خالص خالص. كل اللي كنت موضبه عشان اقوله له اتمسح من دماغي. بس انا مش محتاج توضيب، انا متاكد اول ما هتشوفه اللي في قلبك هيطلع على لسانك. يلا اتفضل. شكرا. العفو يا بيه. بقول لك ايه، هو اسمك ايه؟ سوريا يا سعادة البيه. سوريا يا سعادة البيه. هم سايبيني لوحدي ليه؟ ما نعرفش، عن اذنك. اهلا يا ابني. اهلا. مغاوري مش كده؟ كده. وانت؟ صالح الحمولي. تعرفني؟ اسمك الثلاثي من فضلك. ثلاثي ايه؟ اسمك الثلاثي من واقع شهادة الميلاد. صالح عبد الستار حسين الحمولي. صالح ولا مصالحين؟ تبقى عرفت. مش محتاجة ذكاء ولا فهلوة، مش محتاجة. اتفضل يا حاج، ارتاح، اقعد ارتاح عشان الوقفة تتعبك. طب يا ابني، مش الأول تسلم عليا؟ اسلم عليك ونترمي في حضنك بقى ونبقى بنصرخ وانت تقعد تعيط وصوتك يرتعش وانت بتكلمني، ويبقى فيلم قديم من اللي هم بتوع الابيض واسود، بتوع عبد الحليم حافظ واحسان رياض وامين رزق. اقعد يا حاج، اقعد وسمعني انت عايز تقول ايه. طول الليل سهران نفكر هنحس بايه لما نشوفك، وجبت صورتك القديمه اللي متصوره مع امي وقعدت مبحلق فيها. حنيت لك لحظه وبعدين ما حسيتش باي حاجه، ولغايه دلوقت وانت لحم ودم قدامي بنسال نفسي يعني ايه يا ابويا. ورمت نافوخي. طب اسمعيني للاخر. طيب ماني قاعده مستنيه الاخر اهو ما بيجيش. عمال تجيب لي كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، بس انا ما اعرفش مين المحامي، على مين عصام، على الدلعاجي مختار، في ايه؟ ما انت لو صبرتي هتعرفي ان كل دول اللي بعتهم صالح الحمولي. صالح الحمولي مين؟ اللي هو اساسا اسمه صلحي عبد الستار، بس كان مخبي الحمولي دي. ايوه وهو هنا في اسكندريه؟ ومغاور عنده في ذات نفس اللحظه. انا برضو طول الليل سهران
غلبان زيك، وقعدت أستف في دماغي كلام كتير عشان أحكي لك على كل حاجة، بس نسيت كل اللي وضبته. ما فاضلش في دماغي إلا حاجة واحدة عايز أقولها لك. أنا محتاج لك يا مغاوري. طبعا انت محتاج لي، عشان كده دلوقتي بس افتكرت توك ان لك ابن مرمي في حواري سيالة بحري بقاله ربع قرن. دي بقى أول حقيقة يا ابني لازم تعرفها. أنا ما أعرفش إنك موجود، وأنا ليا ابني من المرحومة كريمة إلا من أيام بس. صحيح؟ لا يبقى انت كده، لا انت كده معاك حق ومعذور. هو الواحد يعني البني ادم هيعرف الابن منين؟ يعني هينجم ولا هيشم على ظهر ايده؟ اسأل خالتك رزقة. أيوة، اسأل خالتك رزقة اللي خبت الخبر عني وما قالتليش لغاية النهاردة. كان ممكن يا ابني أفضل مش عارف لغاية ما أموت، لما إني كلفت المستشار مؤنس ورجالة مكتبه باسكندرية يعرفوا لي أخبار أسرة المرحومة كريمة. جابوا لي كل المعلومات، وكانت أولها المفاجأة دي. احنا في الأول افتكرنا إن مغاوري ده ابن رزقة، لغاية ما جابوا لي صورة من شهادة ميلادك فيها اسم الأم والأب. كانت أول مرة أعرف إن أنا ليا ابن. مرحومة كريمة جابت لي ابن قبل ما ترحل من الدنيا، الله يرحمها. تحملت ظلمي ليها، أنكرت ذاتها، وصممت على حمايتي للنهاية. واحدة غيرها كانت استغلت الولد اللي جابته علشان ذل بيه الراجل الجبان اللي تخلى عنها وطلقها غيابي. بس الحقيقة كريمة كانت كريمة فعلا. أنا مش هنقول لك أكتر من اللي أنت قلته عن نفسك، مع إنك تستاهل أكتر من كده 10 مرات. بيقولوا الحب أعمى، ماشي، حبها ليك غمى عينيها وقلبها وخلاها تستحمل ظلمك وندلتك. اللي أنا مستغرب له خالتي رزقة سكتت ليه؟ اسألها يا ابني. أيوة لازم تسألها. أنا حكيت لك نص الحقيقة اللي تخصني، وهي لازم تقول لك النص التاني. ولما تكتمل الحقيقة قدامك هيجي دور الحقائق التانية اللي لازم تعرفها. عيب كده، وديني لابني. عيب كده يا رزقة، ما تمسكينيش كده قدام الناس. بقول لك وديني لابني. ما اعرفش طريقهم. امال بس تعرف توالس معاهم وتجرجر لهم الولد. هو اللي سهاني وراح معاهم. اني لو كنت رحت معاهم كنت عرفت طريقهم. انت قلت لي انك عرفت طريق المحامي ورحت له قبل كده. عارف طريق المكتب. عايز عنوانه؟ الو. ايوه اهلا يا شفيق، ازيك؟ ايه الاخبار عندك؟ نعم الاستاذ مين فيهم؟ طب خليك معايا. لو سمحت يا عصام. تحت امرك يا فندم. وصل مغاوري للمكان اللي هو عاوزه. لا ما فيش داعي، أنا هناخد المشروع. معقولة الكلام ده؟ تليفوناتي معاك، وقت ما دماغك تروق وتحب تيجي نكمل كلامنا اتصل بيا. ما أظنش إن في كلام تاني لازم يتقال بينا يا باشا. لا في كلام كتير قوي كمان، وما زلت بكررها. أنا محتاجك يا مغاوري. مغاوري ايه يا ابني، هتمشي من غير ما نتعرف ولا ايه؟ سيادة المستشار مؤنس من أعز أصدقائي والمحامي بتاعي. اتشرفنا. أهلا يا مغاوري، فرصة سعيدة يا ابني. دقيقة يا عصام، نرد على المكتب وننزل سوا. يا شفيق في ايه؟ مين؟ واحدة ازاي يعني؟ طيب بنقول لك ايه؟ هديها كده بكلمتين على بال ما نجيلك. انا اسف يا حاج صالح، اسف يا استاذي، الحقيقة عندنا مشكلة في المكتب ومش هيحلها الا مغاوري. قوم امشي معايا ياما، ومش عايزين فضايح. ايوه ما بنعملش فضايح، انت مش فاهم حاجه، دي عالم مؤذيه عايزين يأذوك. ما حدش يقدر يأذي مغاوري يا مدمزيل رزقة.
نعم يا دلعتي، بتتريق ولا خفيف الدم ولا ايه؟ الاستاذ مختار ما يقصدش يتريق يا ست رزقه. طبعا كنت متصور فعلا انها انسه، علشان كده يعني. ما انا كده فعلا يا روح سيادتك، مش كنت متصور انا انسه فعلا. خلاص ياما لم الدور ولا. في واحد هناك باين عليه جاي ناحيتي. سيبوا لنا الزبون ده. يا مرحب. دي زفة فرح. ايه انتوا عايزين تتفرجوا على زفة فرح اسكندراني؟ يعني بودوا لمين؟ انت مالك انت؟ انا مالي يعني ايه؟ حته هنا كلها لبش وعيال صيع. اتكل على الله يا راجل، اتكل على الله، ما تبصليش كده. يلا يا حسن يلا يا حسن، لا مؤاخذة احنا ماشيين اهو. يلا. الناس دي انا شفت وشوشها فين؟ ايوه واحد بقاله سنين مرقص كده يا خرابي. انا اللي وسطي هينقطم ومش قادره اخد نفسي. ده انت لهلوب. كان زمان بقى. الولا مغاوري فين؟ طلعت في دماغه ياخد صحابه واكلهم كباب. طب انتي ناويه على ايه؟ بخصوص الناس اللي ناس مين يا مار؟ الناس اللي دايرين يلفوا ويطقصوا عليكي، الناس اللي كنت ناويه تسيبي البيت والحته واسكندريه بحالها عشان تهربي منها. نعم يا اختي. ناس مين يا وليه انت يا مكنسه اللي كنا هنهرب ونسيب لهم الدنيا دول؟ ولزومها ايه بقى طولة اللسان دي؟ اني بنسال سؤال تردي عليا بالراحه يا لا. ما انت بتهدرسي بكلام بس اللي ملوش معنى. خلاص يا اختي سيبنا لك انت الكلام الطعم ابو معنى. اني هنمشي عشان نقصر الشر. شر مين اللي هتقصري ترازعي هنا؟ انت عايزه تتحركي معايا ولا ايه يا رزقه؟ اشحال يا اختي ما كنتيش فرحانه برجوع اسم النبي حارس ومغاوري من الحبس. انت مررتيه، فكرتيني بالهم اللي مترصد. اني ما قلتش حاجه، اديك انت اللي بتقولي اهو. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا دماغي مش رايقه دلوقتي وانا مش عايزه نتكلم معاكي كتير عشان ما نقولكيش كلام يزعلك تاني. طب خلاص بصي، اني هنمشي ومستنياكي في شقتي. عايزه تيجي تفضفضي معايا وتفكي همك اهلا وسهلا. ها انتوا هنا؟ انت فين يا رزا؟ انا بندور عليك. انا اهو. عايز ايه؟ فوتكوا بعافيه. الله يعافيك. معلش انا مش قادر نقف. شكلك كده شايل كلمتين على كتافك، انفضهم عشان نخلص. الناس هنا في اسكندريه. خلاص يا مختار استنى. والمواعيد مهمة أوي. حاضر يا استاذ. اصحى. انت بتثق فيه؟ مين؟ عصام؟ الوحيد ده غيرك طبعا. ايوه يعني هو فاهم دلوقتي انت ناوي على ايه؟ الحقيقه يا مؤنس انا ما قلتلوش، بس بيتهيألي فاهم. هو اذا ما كانش فاهم هيفهم دلوقتي طبعا. طب ده بقى يخليني اسالك، انت واثق في مختار الصبي بتاعك؟ الصبي بتاعي؟ الله يسامحك. معلش يا مؤنس الاصل غلاب. ايوه. المهم دلوقتي قول لي انطباعك ايه لما شفت الولد؟ مغاوري ما تمليتش منه، زي ما يكون في حلم، بس طلته امه كأنه هي بالظبط، بس طبعا اسم مش هو. لو اتجوزتني هنجيب لك ولد ونسميه صلاح، عشان يبقى صلاح مصلحي. مش مصلحي ده اسمك الحقيقي برضو. الدواء ساعتين. يعني المده كلها قضيتها غنى وفرفشه ولعب كوتشينه لدرجه اني ما كنتش عايز نخرج. يا سلام بقى، انت عشان كده قريت واعترفت على نفسك؟ بس يا لهطل ده تكتيك تاني خالص. طب ما تقول لنا التكاتيك ده يا موغا. لا ما مساله شخصيه ومحدش يسالني. ايوه بس ممكن الحكايه كانت تقلب جد وتلاقي نفسك لابس قضيه قتل. هي فوضى، اي حد يقول اني قتلت يمسكوه، مش في حاجه اسمها بحث وتقارير وادله. انا سمعت كتير قوي بيقولوا الاعتراف سيد الانيميا. انت في الحلاوه يا انيميا. خليك يا عم انيميا بقى في الاكل اللي انت عمال تلغه، وانا مش عارف هو بيروح فين اساسا. فعلا انت وهو. لا سيد بقى حمايه، بقى صاحب الانتيم، يعني ما حدش يدوسنا عطاره. دمك يا مغاور. دمك يا سوسو.
ما دام خلصت اكل مين هيدفع حساب؟ وده سؤال؟ اللي معاه طبعا وما حدش فينا معاه. يعني ايه؟ يعني تخش تقول للخواجه صاحبي المخيل مغاوري واصدقائي اكلوا وعايزين اجروا في ست الجلسه الجايه. يلا يا اخوانا. لو هتأهلك انت وهو، شغل السلبطه والسنتحه ده مش عليا، يتحاسبوا على اللي طفحته حالا يقبضوا بالكراكون. الله 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 الله، لزومه ايه اللبش ده يا ابو اسكندر؟ وبعدين احنا زباين ومش اول مره ناكله عند الحاج دعبس والنظام كان ماشي. ايه اللي اتغير في البرنامج؟ ده كان زمان الحاج دايما زرق في بيته وبعافيه، ولاده هم اللي ماسكين الشغل، اوامرهم الشكوك ممنوع. حسابك كام يا معفن؟ 82 جنيه يا نضيف. حسابك وفوقه 3 جنيه، قصاد ما هتقول لي دلوقتي مع السلامه يا سيد بيه. غالي والطلب ببلاش. مع السلامة يا سيد باشا. لا بيه. بيه. يلا بينا. بينا ايه؟ مش هنتحركوا من هنا اما نعرفوا ايه الحكايه. منين يا سيد؟ من مطرح ما يكون بقى. انت لك اكل ولا بحلقه؟ اكل وبحلقه. بص يعني فيها كل العبر الا اللي حرمه ربنا. وانا نحلف لك اليمين اللي تصدقوا ان الفلوس دي حلال. اياك تكون ورثت عمك اللي في امريكا. انا عند جورج ارداحي بتاع برنامج من سيربح المليون وكسب ال 200 جن. بس يا خاب انت لما تشوف الحكايه دي. منين يا ابو السيد؟ الفلوس دي فلوس خالتك ام سيد. امك معاها منين؟ كانت محوشه قرشين، كان نفسها في يوم يكملوا عشان تطلع تحج. قلت لها ياما مغاوري محبوس ويمكن يطلعوك كفاله ورزقه محتاجه فلوس. ادتني 500 جنيه. معقوله يا سيد؟ انت تستاهل كل خير يا مغاور. حد غيرك كان سابني لما جت لي الازمه وهرب، كنت هنموت موتة الكلاب، لكن انت طلعت جدع وما خلصكش تعملها، مع اني قبلها كنت ضربك في بضاعة غريب الدش. يا سلام، برضه الدنيا لسه فيها حاجات حلوه. كفار يا مغاوري، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك خالتي. سلامات يا مغاوري. اهلا. هو ايه اصله ده؟ مالك؟ هو انت كل ما تشوف وشي سحنتك تتقلب؟ وبعدين انت في حد يكلمك وداسك على طرف يا بنت انت؟ بنت لما بيتك. لما بنت اداره عملت لك ايه يا مغاوري زعلتك؟ مين دي؟ دي ولا 10 زيها؟ يا عم شوف لك قطه غمضها، انت باين عليك من كام مني وهتولع. يعني انت عارفه؟ ايوه ما هو باين عليك. الله في ايه يا ولاد؟ ما تفهموني. ما تساليها يا خالتي. ما تقولي يا اداره عملتي ايه؟ هنعمل ايه يا صالح؟ هو يا اخويا اللي لا طايقني لا في سما ولا في ارض. بس انت قلت ان من كاد مني ومولع، وده كلام له معنى، ما ينفعش بعد ما تقوليه تتهربي مني. اني ما بنهربش، وهو عندك اهو اساله، لو عامله حاجه مزعلاه يقول. انا مش زعلان وما عنديش حاجه نقولها. رزقه فين يا خالتي؟ لسه ما رجعتش. انت ما فتش على الدكان؟ لا فوت بس مقفول. يبقى عند موحي. اني هنخش نغير هدومي ونستحمى. طب مش تاكل لقمه الاول؟ تاني قايم من على اكل الكباب تشبعني اسبوع. وبالمناسبه انت ما جيتش تتغدى معانا ليه يا اسمك ايه؟ ما انت عارف يا موغه لما خالتك عظيمه تعمل الملوخيه بالجمبري ولا اديك رومي يقومني من عليها. ماشي، ولو ان دي ما تمنعش دي. كباب وكفته على الغدا وملوخيه على العشاء، وبعدين انت بطنك ما بتقولش لا. بعيد عن ابن خالتك، انا مش هنسيبك غير لما تقولي لي ايه اللي مزعله منك. أنا عبد المنعم الفقري حلف لي إن هو شافهم بعينيه موجودين في عربية بيتفرجوا على زفة الولد اللي كانت في الشارع. طب ما أنا عايزة أعرف يبقوا مين دول يعني يا رزق؟ إحنا سألنا واتطقصنا، عرفنا إنهم من طرف أبوه. بقول لك إيه؟ ما تتكلي على الله كده وتفتحي لي قلب بنوبة واحدة، بدل ما أنت عمالة تنقطيني كلمة هنا وكلمة هناك وأنا مش فاهمة حاجة. خلاص يا رئيس، الحكاية القديمة هتقب على الوش وربنا يسترها. طب ما هاني برضو مش فاهمة أنت إيه اللي مخوفك بالظبط؟ أنا مش خايفة من حد، ولا أني خايفة من حاجة. أنا خايفة الولا يبعد عني. أنا ما امتلكش في الدنيا إلا هو. أنت خايفة يعني الولا يعرف يقوم يزعل منك ويسيبك صح؟ حاجة زي كده يعني. خلاص يا رزق ما تقوليلوش. والنبي انت ما انت فاهمة حاجة. ماني بقالي 25 سنة مخبية، بس خلاص العفاريت طلعت من تحت الأرض، أنا ما نقدرش على العفاريت بقى. يا دي العفاريت. طب ما نعمل لها زر ونطلعها. أيوه عليكي، ده انت مش حاسسة بالمرة. أنا هنقوم قبل ما تدفع عمارات. اقعدي يا شيخ. أنا بالعكسك، أنا فاهمة أنت قصدك بالعفاريت دول الناس اللي بعتهم أبو مغاوري صح؟ الحمد لله إن ربنا فكها عليكي. ما هو أنا لو سكت هما مش هيسكتوا، ولو هما سكتوا الولا مش هيسكت. أنا متفقة معاه
قلت له اول لما تخرج من الكراكون انا هنحكي لك على كل حاجه. انا ما نقدرش نحكي له على حاجه. عايزه رايي؟ قولي له مغاوري بسم الله ما شاء الله ما عادش صغير، اللي في سنه اتجوزه وخلفه. قولي له يا شيخه واخلصي. ماما سامح بتشتمي، هو اللي ضربني الاول. يعني بتزوجي مني ومش عاوزه تيجي معايا دغري؟ حلفت لك اني معرفش. مش مصدقك. يا ابني ريح روحك وسيبها تنفلق. روح بقى اسال ابن خالتك، شوف بس هو زعلان منها ليه. انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده؟ ما خلاص، دي مسألة بحلها انا والغندورة بنت خالتي في اي وقت. واحنا ما نعرفش ليه يعني؟ قراطيس لب؟ لا مش قرطاس لب، بس المسألة هبلة ومش مستاهلة. نعيما يا ابوخ، عقبال حمام العروس. الله ينعم عليك يا خالتي، بس اني كده كويس من غير عرايس. ليه يا واد؟ هو انت صغير على الجواز؟ لا اني مش صغير، بس صايع. عواطلي. عندك عروسة ترضى بحد زي؟ بس انت قول مساء الخير. سنور. يا رزة كنت فين؟ انت مالك؟ انت ليك انك تسالني؟ اسمع يا ولا انت ما تسالنيش على حاجه بعد كده. هي احسن تستاهل كبسه بكبسه والبادي قصدي. انكتمي يا ام لسان طويل. مالها يا خالتي يا مغاوري؟ تزعلتها في حاجه؟ لا بس انا كده فهمت. فهمت ايه والنبي تقول؟ وانت مالك؟ انت ليك انك تساليني؟ اسمعي بنت انت، ما تساليش في حاجه تانية بعد كده. تستاهلي. امشي اطلع بره. يما هما كلمتين عايز نعرفهم منك، مش هنسهرك. انا مش عايزه نتكلم معاك خالص. يما هما كلمتين، وبعدين ما تعملش الحركات بتاعتك دي. انا بنعمل حركات يا ولا؟ يا ريت انا مش حافظك، داخله ضربه العكوسات على وشك عشان تستفزيه ونتخاصم، وما اطلبش منك تحكي لي اللي وعدتني بيه في السجن. انا وعدتك بحاجه في السجن؟ انت هتتبلى عليا؟ انا اتكلمت معاك في حاجه؟ طب هاتي عيني في عينك كده. انت عايز ايه يا مغاوري؟ انت عارفه اللي انا عايزه ياما. ماشي تعالى معايا. ادخل يا ولد ادخل. ادي دخلت اهو يا اما، بس هي الاوضه دي بنخاف منها ومش بنحبها. ليه فيها عفاريت؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه وانت اللي قايله لي كده. انا يا ولا كداب في اصل وشك. كداب ايه؟ انت مش فاكره وانا صغير لما كنت بنتشاقى ولا بنعمل حاجه وحشه كنت بتقولي هنحبسك في اوضه القرار مع العفاريت؟ ولسه بتصدق يا ولا؟ لا ياما لا بنصدق ايه؟ لا طبعا مش بنصدق الكلام ده، بس برضه مش بنحبها. طب اقعد. مره واحده بس اتسحبت ورا خالتي عظيمه وهي بتنفض الاوضه، وسالتها ايه العفرات اللي احنا فيها دي؟ سالتها على العفش ده المتغطي الجديد ده، قلت لها ده بتاع مين؟ مركون هنا ليه؟ لقيتها قامت انفشت في العياط وخدتني بره وحلفتني انني ما اقولكيش ان انا دخلت هنا ابدا. دي أوضة أمك كريمة، والعفش ده جهازها اللي متهنتش بيه. يوم ما جه النجار عشان ينصبه حمادة وقع عليها في المنور ونقلناها المستشفى. يعني لا نامت على سريرها الجديد ولا شافت صالونها. استهدي بالله يا أم، استهدي بالله طبعا. لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. دي حاجة أمك وأبوك، ده عقد جوازه، ودي قسيمة الطلاق اللي أبوك بعتها لها. ودي شهادة ميلادك. ودي صورهم مع بعض. ودي الجوابات اللي ابوك كان بيبعتها لها من مصر. دي سهم صلحي ده ليه عين يكتب لك جوابات؟ بيقول لي اللي حصل ده كان غصب عنه، وان امه وهي بتموت صممت انه يطلعني ويوريها القسيمه. يا عميتة ده بيضحك عليكي، ده كان بيتسلى بيكي يومين اجازة صيف وخلاص. اللي حصل حصل بقى يا رزق، وكل واحد منه لله. واللي ببطنك ده مش هنقول له يا رزق، مش هنقول له. انت عايزة تفرسيني؟ انت لازم ترفعي عليه قضية. مش هنشحت بابني ولا هندخل محاكم. انا رحت للحاجه محسنه مرات بيه
وهي قالت لي انها كلمته وقال لها اول ما نولد نروح له وهو يرجعني تاني شغلي في المصنع. بلغيه الاول انك حامل واطلبي منه بالذوق شهريه. ما هو يعني بعتلي بعتلك ايه؟ بعتلك 200 ملطوش متعه ونفقت سنه ومتاخر. اللي ما يتاخدش بالذوق يتاخد بالمحاك. لما ربنا يقومني بالسلامه ونولد يا رزقه ما تقعديش تزني على دماغي قبل الهنا بسنه. ارحميني. كلامك بيشاور على حاجه بعيده قوي يا رزة. تجيبي من الاخر وتخلصيني. ابوك عايش ما ماتش. ها؟ وبعت ناس يدوروا عليك. بعت ناس؟ وما جاش هو ليه؟ وش معنى دلوقتي؟ كان فين السنين دي كلها؟ ما قلنالوش. نعم، ما قلتلوش يعني ايه؟ انا اتحايلت على امك تبلغه انها حامل، ما رضتش. كان عندها امل يرجع او على الاقل يسال عليه. لما الشهور عدت وما سالش كبرت في دماغها وحلفت لا تحرمه من ضناه. وقالت لي يا رزقه اللي في بطني ده ابنك لوحدك انت يا رزقه، ما تفرطش فيه لحد وبالذات لابوه. يا ريتني كنت انا اللي مت وفضلت هي تربيك. ما كانتش هتربيني احسن منك يا رزة. ملانيل على دي تربيه. انا ما عرفتش نربيك. انا طلعتك خسران وصايع وعمال داير في الشوارع وعامل لي مشاكل كل يوم والتاني. اني ياما ولدتي اللي فضحاني في المنطقه كلها. اني يا ولا ماشيه ورايا كأني عيل صغير وبتشتميني وتهزقيني قدام الناس لحد ما صغرتيني قدام الكل. يا ولا اني بنخاف عليك. انت وحداني بطولك مالكش الا اني لما طول نحطك في امك. كنت عايزاني نفضل كده ها وما نعرفش ابويا. انت هتروح له؟ انا هنعرف طريقه منين ده؟ احسن ليا يعرف الناس اللي تبعه. نروح له بكره. لا ياما، نروح له نقول له ايه يعني؟ والنبي توديه لابويا؟ لا ياما لا، اني زي ما اني، وهو لو عايز يجي يشوف ابنه يجي برجليه. صحيح انت حكيت لي زمان عن مغامرة جوازك في اسكندرية لما هجيت بعد الأزمة اللي حصلت بينك وبين اسمت، لكن أنا تخيلت إنها عدت بهدوء من غير ديون. أتاري مفاجأة بعد ربع قرن إن في ولد. اسكت يا مؤنس، أنا اتفاجئت مفاجأة عمري. أنا أصلا لما دورت على أخبار رزقة كان كل هدفي أشوفها يعني إذا كانت محتاجة لأي شيء، نوع من الوفاء لذكرى أختها مش أكتر، وخصوصا إن إحساسي بالذنب ناحية أختها هيفضل مقلق ضميري لآخر يوم في عمري. ما هو ده الغريب، المفروض إن واحدة في ظروف المرحومة وأختها يبلغوك بخبر زي ده هيأكلهم الشهد بدل ما يخبوا عليك خبر يضمن لهم مورد وخزنة مفتوحة ورزق دائم. لا مش كل الفقراء طماعين وانتهازين يا مؤنس، لا، خصوصا كريمة واختها رزقة فيهم جدعنة ملهاش حدود. طب ايه رأيك بقى؟ انا متأكد ان اخفائهم لخبر الولد اللي جه ده سببه غضبهم عشان كرامتهم اللي جرحتها لما طلقت كريمة بالشكل الغادر ده. قرروا يعاقبوني انهم يحرموني من ابني للأبد. بلاش حسن النية ده يا حاج. الحكاية ان اياميها ما كانش في التاجر المليونير صالح الحمولي، المليونير المعروف تجارته مالية البلد. كل اللي كانوا يعرفوه اياميها تاجر على قد حاله اسمه مصلحي عبد الستار حسين. قصدك يعني لو كانوا عرفوا ان مصلحي هو صالح كان موقفهم اتغير؟ لا يا مؤنس، انت اصلك بطبيعة شغلك راجل شكاك، انما انا ليا نظرة في الناس وخصوصا لو عاشرتهم. اذا كنت عايز تتأكد من كلامي ده انزل بكرة السيالة اقعد مع رزقة وافتح معاه الموضوع. ويعمل ايه انا مصدقك. لكن انت عرفت ان كريمة توفت امتى؟ صدفة، وبعد وفاتها بمدة. كنت هنا في اسكندرية بقضي يومين راحة
وانت في عقل بالي يا تبطل ندالة بقى وانزل اسأل على كريمة. يعني نزلت السيارة تاني؟ والله ما كنت ناوي، وما اعرفش ايه اللي طلعها في دماغي ليلتها وخلاني نزلت في عز النوة وليلة شتا ضلمة وخبطت على نفسي الباب. صلحي ازيك يا رزق؟ لو سمحتي اندهيلي كريمة اطمن عليها دقيقة واحدة وامشي على طول. توك ما افتكرت كريمة دلوقتي؟ سامح كريم يا رزق، انا متأكد اللي هقوله لكريمة هتخليها تسامحني على طول. تبقى تسمع منك يوم اللقا بقى. يوم اللقا؟ انت تقصدي ايه يا رزق؟ ماتت. مش ممكن. انت بتكذبي يا رزق عشان امشي صح؟ انت عاوزة تمشيني، اعملي معروف خليني اشوفها. كريمة ماتت قتلها ظلمك وجبروتك. نحلف لك ولا يدخل نجيب لك شهادة الوفاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تشرفناش بطلتك تاني. اللي بينا وبينك راح، لا تفكرنا بيه ولا تقلب علينا المعركة. مهما وصفت لك شعوري ساعتها مش هقدر ابين لك كم الحزن والاحساس بالذنب اللي غرقت فيه ليلتها، زي المطر اللي نزل فوق دماغي بالظبط. وبرضه ما جابتلكش سيرة عم غاوري؟ ولا حرف ولا اشاره. شيء مدهش. بس عارف يا مؤنس، كان في شيء جوايا بيقول لي ان اللي رابطني بكريمه ما انقطعش، ولما بعت الرزق تاني يوم ما كانش مجرد تعويض بسبب الشعور بالذنب. بعت لها ايه؟ 20,000 جنيه في شنطه سامسونايت، بعتهم مع زكي العقر ابو عصام. ما قالهاش حاجه، فتحت الباب سلمها الشنطه، سالته ايه دي؟ قال لها ده حق الست كريمه وجري. وما حاولتش تتصل بيه بعد كده؟ ما تعرفش، معهاش العنوان، وبعدين اسم الشهرة ملوش صلة بالاسم اللي هي تعرفه، وبعدين هتتصل تقول ايه يا مونس؟ انا اعتقد انها اعتبرت ان الفلوس دي فعلا حق اختها كريمة وقدرت تصرف منها على ابنها اليتيم. ادم انت هتفضل هنا طول ما الاستاذ وضيفه هنا. وشغل المكتب يا استاذ. معلش شفيت ولا مؤقتا؟ بس شفيق ما عندوش خبرة، ده يا دوب مشاهلاتي. ادم بنقول لك مؤقتا، الحكايه كلها يومين مش هتطول. امرك يا استاذ. تفتكر فعلا يا استاذ مختار ان الحكايه مش هتطول؟ ده يتوقف على الاستاذ والحاج ناويين عليه. انا شخصيا الحكايه كلها ملخبطاني، مش عارف لها راس من رجلين. ما اخبيش عليك انا متلخبط اكتر منك، لكن اللي اعرفه عن ظروف الحاج مخليني خايف اكتر ما انا متلخبط. خايف؟ خايف من ايه يا استاذ عصام؟ خايف من النار اللي ممكن تولع في فيلا الحمولي في مصر لو الحاج نفذ اللي في دماغه. يعني انت عارف اللي بيفكر فيه؟ يعني شكوك، تخمينات، لكن معلومات اكيده ما اعرفش. طيب ما تقولي شكوكك وتخميناتك ونفكر سوا. ما اقدرش، يمكن بعدين يا استاذ مختار. يعني رايك استقر على ايه يا حاج؟ هتنفذ كل اللي قلت لك عليه يا مؤنس. فكرت كويس؟ انا طول المده اللي فاتت من ساعه ما عرفت ما بعملش حاجه غير اني بفكر وبفكر، وكل ما افكر اقتنع اكتر. خلاص نبتدي من بكره. ايوه بس انا عاوز اشوفه هو الاول. مين، مغاوري؟ ايه الحكايه يا مغاوري؟ ما عادش في حكايات يا دار. مالك بس يا ابن خالتي؟ ابن خالتك؟ واخوي. ده ايه الحنيه اللي بترشيها فجاه بدون مناسبه دي؟ مش عادتي صح، بس والله بجد انت زعلان مني ليه يا مغاوري؟ ولو ان ده مش ده اللي بفكر فيه دلوقتي، لكن ماشي. ايوه انا قرفان منك،
كان باين عليا لما جيت مش كده؟ ايوه، ده انت كان ناقص تولع فيا وتحرقني. لا ما نقدرش ما دام الصلاة موجود. اخوك الكبير هو اللي من حقه يهزقك ويأدبك ويكسر دماغك. كان كسر حقك منك له، قال يكسر دماغي. قال ليه؟ صايعه ولا على حل شعر؟ ما يشردش. بس لسه بتقولي يا هادي. لا يا مغاوري، كله لا الكلام ده. في حاجه في نفسك قولها دغري. ايوه شافوك انت وحماده سالم متأنججين وشغالين غراميات على لسان ايد باي. تنكري؟ وننكر ليه؟ انا وحماده كنا على لسان ايد باي بنتمشى، بس انت عارفني وعارف حماده كويس، وكل الناس عارفه ايه اللي بينا. كان عايز يقابلني عشان يفهمني موقفه. نقابله فين؟ في شقتنا تحت اللي ما فيهاش مكان للضيوف، ولا في بير السلم، ولا هنا على السطوح؟ قول لي انت بقى يا لمت. انت كمان بتطولي لسانك يا بنت. دراعي ليه تنشك؟ ولا بلاش، حرام. بتحبيه يا قدرة؟ وانت عارف. بس ده كان خلع وانت ما كنتيش طايقاه ومش عايز تسمعي سيرته. فهمني وفهمته. على خيرة الله، ما تتجوزوا بقى. لا، انا طاقه في دماغي نشتغل الاول بالدبلوم بتاعي وبعد كده نتجوز. دماغك ديجيتال يا بت. وانت؟ أنا دماغي مهنجة وبطاريتي فضيت، مفيش شاحن. انا مش بنسأل على دماغك، انا بنسأل على قلبك. متشوش والإرسال واقع. لا بجد يا مغاوري، شكلك كده وانت طالع تتسحب للسطوح والبلم نازل عليك بيقول ان في حاجة مخبيها. صحيح يا بت. حلو، تطلع مين بقى؟ أمي، خالتك كريمة. خالتي كريمة الله يرحمها. بس انت ايه اللي فكرك بيها؟ خالتي رزقة صح؟ انا قلت كده برضو لما خدتك ودخلت بيك اوضه العفاريت اللي قافلاها على اسرارها القديمه. ما تقوليش على اوضه امي اوضه العفاريت يا دارة. هي دي اوضه خالتي كريمه؟ والله ما اعرف. في ايه يا مغاوري؟ في حاجه مخبيها خالتي رزقة وانت اكيد عارفها. يعني ما كنتيش تعرفي انتي ولا خالتي عظيمه ولا الصلاه؟ نعرفه ايه؟ ان ابويا عايش ما ماتش. وانت جبت الكلام ده منين يا رزقة؟ يا اختي عظيمه، جبته من مطرح ما جبته بقى، عرفت واتاكدت وخلاص. انت مش عايزه تصدقيني ليه؟ مصدقاكي، بس معقوله يا رزقة مصلحي هيعرف منين انه عنده ابن؟ وايه اللي سكته من نهارها؟ ماضي، اهو الماضي ده زي البحر، على الوش شكل وجواه مدفونه اسراره. تجيله برونزه بقى تقلبه، تطلع قعره على الوش. اللي انت بتقوليه ده بس يا اختي بنقول ان بنقوله بقى. انا عايزه نتسف حالي. يعني عليك يا مغاوري، دي خبطه تتول العقل. فجاه كده الواحد يطلع له اب زي اهل الكهف، نام ربع قرن ولما صحى هف عليه يشوف ابنه. شفته يا مغاوري؟ ولا عايز نشوفه اقدر. اني شفته في صوره عند امي متصور مع خالتي كريمه فيها، بس مش شكلك يا ولد. ماني كمان شفت الصور، لكن عمري ما حسيت ان الراجل اللي في الصوره ده يقرب لي او دمه يوافق دمي. يمكن عشان صوره وورق يعني، بس لما تشوفه قدامك لحم ودم هتبقى حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة، مامي كمان في الصور، بس كل ما بنشوفها عيني بترغرغ وقلبي بيرفرف. الام حاجه تانية برضه. عشان كده بنقولك هي دي اللي بنفكر فيها وشاغله بالي طول الوقت. بس مش هي دي اللي كنت بنقصدها بالسؤال. امال تقصدي مين؟ البت اللي انت بتحبها وعايز تتجوزها. لا يا إدارة، ما نقدرش نقولك عليها، ما نقدرش. عشان خاطر يا مغاوري هتقول قلتلك ما نقدرش كده يا مغاوري. يا بت يا بت، في فرق بين مش عايز وما نقدرش. أني نفسي نقولك بس ما نقدرش. ده نخطك سترك وغطاك. السر اللي هتقولهولي هنحطه في بير ونرميه في 7 أرض. وما تقيش لجنس مخلوق، ولا حتى بيني وبين نفسي. 2 ما بقوش 3 ولا 1.5. أصلك هتتريقي عليا وتستغربي. لا يلا قول بقى مرة واحدة. طيب تعالي اديني ودنك عشان نوشوشك ومحدش يسمعني. ماشي. يا مصيبتي. امال فين الباقي؟ اصل الولا ميخا سته ماتت فمش هيقدر يجي النهارده. مالك يا مو؟ طب ما تيجي نقوم نشم شويه هوا على بعض. يلا ولا حاجه بيه. ساب اهو. هنا كويس يا استاذ. اتفضل.
لا معلش انا مش هنشرب حاجه. ودي تيجي برضه. يا سيدي سيبني براحتك. امرك يا سحسليه. شوف يا حبيبي، هات لاني شويه بن وبوري، وهات لي البيه الزوزه. قلت لك مش هنشرب. خلاص نشرب هني. وكمان